السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناة نهال مجدي لتفسير الرؤى والأحلام، والنهاردة هنتكلم عن رمز سجادة الصلاة في الرؤية. جميل جدا ظهور سجادة الصلاة في الرؤية. أولا كده سجادة الصلاة سبحان الله العظيم بتدل على الأرزاق، تمام؟ بسط الأرزاق. سبحان الله العظيم ربنا في القرآن الكريم لما شبه الرزق تشبه الرزق إيه؟ يبسط الرزق، تمام؟ فتيجي هنا في البساط، فتيجي هنا رؤية السجادة في الأرزاق. ده رقم واحد، وليها طبعا تفسيرات اخرى. لما اشوف في الرؤيه ان انا بشتري سجاده الصلاه او حد اهداها لي، او فجاه شايفه ايد انا مش عارفه مين الايد دي لكنها بتديني سجاده الصلاه، معناها ان حاجه ربنا هيرزقك الوقوف عليها. الوقوف عليها بمعنى انك تشتغل فيها وتتعب فيها، وبالتالي ربنا ان شاء الله هيكرمك جامد جدا. فرشه سجاده الصلاه، ولاقي نفسي فرشتها كده في الرؤيه، هي فرشه ارزاق. بمعنى مثلا جات لي الرؤيه دي من حد انها شافوا ان هما بيفرشوا سجاده الصلاه، قلت لها اذا كان عندكم مثلا مطعم هتفرشوه ان شاء الله هتفتتحوه قريب، اذا كان عندكم شغل معين ومحل معين هيتفرش ويكون صالح للتجاره فيه والبيع والكلام ده كله. وبالفعل قالت لي فعلا سبحان الله احنا بنعمل مشروع وخلاص قربنا نفتتحه. ففرشه سجاده الصلاه بشرى كبيره جدا جدا للرؤيه، وكل ما كانت جميله والوانها حلوه. الوانها حلوه بمعنى ايه؟ الالوان المعروف انها جميله في الرؤيه، او ان انا اصلا بحب الالوان دي. يعني مثلا انا اصلا بحب لون معين وجالي في الرؤيه ده لوني المفضل، معناه انك تشتغل في حاجه بتحبها جدا وتميل اليها نفسك، وان شاء الله تكون موفق فيها. رؤيه ان انا طول الرؤيه بدور على سجاده الصلاه عشان اصلي، بدور على سجاده صلاه ومش لاقيها، الشخص ده عنده تعطيل في الرزق، تمام؟ يبقى في بعض الناس تقول لك انت علاقتك بربنا وراجع حساباتك. يا جماعه الخير ارجوكم، يعني الناس ما شاء الله عليها اللهم بارك متدينه جدا واحسن مننا بكتير، ونرجع نقول لهم ايه؟ لا راجع نفسك. كلنا بنراجع نفسنا، بس ده مش ده التفسير، والله اعلم. طبعا هنا عنده تعطيل في الارزاق، محتاج ان هو يعمل الرقيه، يغتسل، يسبح كتير، يستغفر كتير، علشان ان شاء الله ربنا هييسر له الحصول على ده. هتلاقي اللي عنده سحر وهو مش عارف، عنده تعطيل او عين معطله له حاجه وهو مش عارف، فهو محتاج نقول له اعمل الرقيه، تمام؟ ففكره ان هو يلاقي بقى سجاده الصلاه في الاخر معناها انتهاء التعطيل ده، والبشرى الجميله جدا في الرؤيه. في بعض الناس اللي جات لي مثلا رؤيه انها شافت سجاده الصلاه متعلقه على الحيطه، وهي جابتها من على الحيطة وفرشتها، فوالله تعالى أعلى وأعلم كان تفسيرها إن زوجها مسافر وهيرجع من السفر. سجادة الصلاة في الأرزاق المادية، والتعليقة على الحيطة معناها إن زوجها مسافر وما هوش موجود، يعني بتبقى شبه المعلقة، يعني الزوجة اللي زوجها مسافر ويرجع وكده، فمعناها إن هي جوزها رجع بالسلامة والحمد لله الدنيا بقت تمام. إذا رأيت بقى في الرؤية سجادة الصلاة حد بعينه سرقها مني، تعرف إن في حد بيأذيك في رزقك، في حد واقف لك في ايه؟ في رزقك، وبيقصد ان هو يتعمد ان هو ياخده منك، او ممكن على اسمه. يعني ما تظلمش الشخص اللي جه خد منك سجادة الصلاة في الرؤية، ممكن على اسمه، يعني ممكن يكون معناها انه حد من القرايب مثلا عموما، وجالك شخص في يمثل ده، يعني مش معناه ان هو اللي اذيك، تمام؟ لو شفت مثلا ان انا بصلي في الرؤية ومبسوط وقاعد في الصلاة وكل حاجة وتميت الصلاة بتاعتي، معناها ان في امر معين انت بتسعى عليه وفعلا تعبت عليه وهتوفق فيه. يعني صليت وشايف نفسي بصلي عليها والدنيا تمام مفيش اي حاجة، ممتاز جدا جدا. الرمز ده معناها توفيق وهداية ليك في امرك، وسعيت وربنا هيكافئك ان شاء الله. في بعض الرؤى اللي بتجيلي وانا بصلي يا استاذة نهال، جه حيوان معين وقف قدامي ولوث لي سجادة الصلاة، سواء بالبول بتاعه او بالفضلات بتاعته، وكنت متضايقة جدا في الرؤية، مش لاقي حد مكان اصلي فيه نظيف وما الى ذلك. طبعا الرؤية دي معناها التعطيل بسحر النجاسات، والله تعالى اعلى واعلم. فعليها برضو ان هي تبدأ تعمل برنامج علاجي للرقية، علشان الحاجات دي مش هتمشي الا لو عالجتي نفسك مظبوط. محدش يقول يا جماعة دي رؤية وخلاص وعدت، لا، ارجو الاهتمام بكل الرموز اللي بتطلع في الرؤية. خلينا بقى نتكلم عن الوان سجادة الصلاة كده سريعا. سجادة الصلاة الزرقاء هي والله اعلم رزق جميل جدا جدا، ولكن يعني هتبقى محسود على الحاجة اللي انت فيها. دايما الناس بالصلاة
هتوصلك فيها قوي، يعني هتبقى في حاجة مميزة شوية. سجادة الصلاة الخضراء وانك بتفرشها والكلام ده معناها ان علاقتك بربنا طيبة جدا جدا، وده ميسر لك كتير جدا من الارزاق. مثلا اما الاقي ان مش هقدر طبعا اقول كل الالوان، ولكن الابيض جميل جدا، في راحة نفسية في الشغل بتاعك والدنيا هتبقى احسن وكده. قبل ما انسى برضو انه الشخص اللي مقبل على الزواج ممكن يشوف سجادة الصلاة. ليه؟ لانه هو ربنا بيرزقه بعد الزواج برزق زوجته، فيلاقي ان هو هي بتديله سجادة صلاة او هو بيهدى سجادة صلاة، فتكون هي الرمز ده. فسجادة الصلاة هنا معناها تمام الزواج، معناه ان هو يا ربنا يلم شملهم على خير وما يفرقهمش باذن الله عن بعض، وان هي تكون سبب ان شاء الله لسعة رزقه. وفي زوجات كده سبحان الله يعني بتكون ما شاء الله يعني سبب خير كتير لزوجها وكده. فالرمز ده بيكون مبشر جدا. اتمنى يا رب تكونوا شفتوا المبشرات اللي فيه، واذا كان اي حد شاف رمز تعطيل يلتزم بالرقية، يلتزم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، تاج الذكر، وخلي بالك من الإصابة، وعليك إن شاء الله بالالتزام بالدواء. أتمنى يا رب الفيديو يكون مفيد ليكم. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.